ازيكم عاملين ايه؟ النهارده قلت جيت لكم بفيديو جديد كده سهل وسريع. قلت نعمل مع بعض كده الكباب الحله او اللحمه اللي بالبصل. هعملها معاكم بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهتطلع حلوه جدا، واللحمه دايبه والصوص بتاعها ايه حكايه. يلا بينا نعملها كده مع بعض بطريقه سهله قوي. انا عندي كيلو لحمه كده. نقيها اللي هي تكون ما بتاخدش سوا على النار، تكون كده ملبسه تلبيس بسيط. انا عندي دي موزه مقطعاها عشان تطلع ان هي دايبه كده وايه وحلوه معايا. وعندي ايه بقى، 3 4 بصلات كده كبار، يعني 3 4 بصلات كده مفرومين. وعندي التوابل بتاعتي دي ايه، عندي فلفل اسود وال11 بهار، وقرفة عيدان عود، وكام فص كده حبهان، وقلب مرق الدجاج، وتلات اربع ورقات ايه لورا. وعندي ايه كمان، قرنين فلفل كده احمر واخضر يدوا ريحه كده وطعم حلو للحمه بتاعتي. وعندي 3 4 فصوص ثوم مفرومين، ومعلقه صلصه ايه كبيره. وعندي ايه كمان، عندي ايه شويه صويا صوص صغيرين. الصويا صوص دي اختياري، ما عندكيش ما تأزميش نفسك، مش مهم خالص. انا بحب احطها برضو، بتعلي الايه التست معايا. وعندي ملح. يلا بينا بقى نرجع كده نحطها مع بعض على النار ونشتغل فيها خطوه في خطوه. عندي بقى جبت الحله بتاعتي اهو على النار. هبتدي ان انا اسيح الايه الزبده. اول ما تبتدي تسيح معايا هحط البصل. الزبده اهي ابتدت انها تسيح معايا. عندي البصل، بس انا مش هحط البصل ده كله يا جماعه. انا هنزل بايه، باقل من النص كده، حاجه بسيطه. هنزل باقل من نص كميه البصل واسيب الباقي ايه على جنب. اهو نزلت زي ما قلت لكم باقل من النص، وهبتدي ان انا اشوح فيه لحد اما ايه، اما لونه يغمق معايا. انا عايزه لونه بني غامق كده معايا. هبتدي ان انا اشوح فيه كده على نار عاليه لحد اما ايه يغمق معايا. شايفين اهو ابتدى ان لونها ايه يغمق معايا. برضو انا هتاني اقلب فيها لحد اما يغمق ايه خالص. يا جماعه هي ابتدت خدت اللون اللي انا عايزاه. هبتدي بقى ايه انزل باللحمه كده ايه عليها واشوح. انا حرقت البصله كده ليه؟ البصله هي اللي هتديني اللون اللي انا محتاجاه ده يعني. بعدين هعمل ايه، هبتدي انزل بقيه كميه البصل كلها اللي عندي واقلب فيها ايه كويس معايا. شايفين؟ بصراحه يعني عايزه اقول لكم الريحه طالعه رهيبه. هنزل بقى بقرنين الفلفل، بمعلقه الصلصه، بالثوم، كل الحاجات بتاعتي كده. وبرده ايه دي ما تسيبهاش تاني ان انا اقلب ايه فيها. تيجي ان انا برده ايه ايديا عماله اشوح فيها اهو. ريحه البهارات طلعت مع البصل بصوا الريحه خطيره. وهنزل بقى بشويه الصويا صوص اللي انا قلت لكم عليها. انا مش هحط الملح دلوقتي، ولو انت عارفه ان اللحمه بتاعتك هتاخد سوا حط لها شويه سكر. انا بالنسبه لي مش هحط سكر، ومش هحط الملح دلوقتي ليه في الاخر خالص، عشان ما بحبش احط على اللحمه ملح لحد اما ايه تستوي، عشان تستوي بسرعه. بس كده تحفه جدا. خلاص كده انا بالنسبه لي مش محتاجه ان انا اشوح فيها ايه اكتر من كده. اللحمه سخنت معايا والريحه بتاعتها طلعت. هبتدي ان انا اعمل ايه بقى، اضيف كده عليها كوبايتين ميه. ضفت لها اهو كوبايتين الميه. هتبتدي بقى الميه تغلي معايا. خلاص هي الميه اهي ابتدت انها تغلي معايا. هعمل بقى ايه دلوقتي، ههدي عليها النار خالص واغطيها. هدي عليها النار خالص واغطيها. ابتدت اهي بقى انها ايه تتشوح اهو معايا. البصله اللي انا غمقتها على النار هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، وابتدي ان انا ايه اشوح فيها كويس لحد ما ريحه الايه البهارات تطلع معايا. هدي ووطي عليها ليه، عشان تستوي كده ايه على نار هاديه وتاخد وقتها في السوا. انا مش مستعجله عليها، تستوي بالراحه كده على نار هاديه، وارجع بقى اوريها لكم بعد ما تستوي شكلها ايه. شايفين هي كده اتشربت تقريبا نص كميه الميه معايا. هي ابتدت انها تدخل ايه في السوا. برضه انا هغطي عليها وسايباها على نار هاديه زي ما ايه قلت لكم. والله الميه اتشربت الميه كلها ولسه ما كملتش سوا، مفيش مشكله، ازودها ميه لحد ما تستوي معايا. شايفين هي كده خلاص استوت معايا وبقت تحفه. هي بس فيها شويه ميه كمان مستنياهم ان هم يتشربوا عشان يبقى الصوص بتاعها كده ايه خطير. وعبال بقى ما شويه الميه دول يتشربوا انا هعمل ايه، انا حاطه لها فحمه على النار.
تتعمل وعشان تاخد كده ريحه الفحم الجميله. وهملحها بقى زي ما قلت لكم، انا ما حطيتش عليها لسه ملح خالص. هملحها بقى كده عقبال ما الفحمه بتاعتي تتعمل على النار والميه بتاعتها تتشرب، وارجع احط لها الفحمه معاكم. شايفين يا جماعه خلاص اتعملت وبقى الصوص بتاعها حلو جدا. خلاص بقى انا هطفي عليها واحط لها الايه الفحمه. اهو بقى انا حطيت الفحم زي ما وريتكم كده في طبق. ودي عليه شويه كده زيت عشان الدخان بتاعه، واغطي بقى بسرعه. شايفين يا جماعه اهي غرفتها، طلعت رهيبه رهيبه بجد. جربوها تعجبكم قوي قوي قوي. عملنا مع بعض كباب حله لحمه، او اللحمه بالبصل، عملتها معاكم بطريقه بسيطه وسهله جدا تشرفك في اي عزومه. انتي عاملاها كده اكله سريعه مع شويه عيش مع شويه سمبوسه شويه مكرونه. بصراحه بجد تحفه. جربوها وهستناكم تقولوا لي رايكم فيها ايه. ان شاء الله تعجبكم قوي. وما تنسوش يا جماعه تعملوا سبسكرايب ولايك للقناه.